إلى وزارة الصحة. إحنا لسنا ضدكم، بالعكس إحنا إلى جانبكم ومعاكم وسندكم، إحنا عون لكم. إحنا ما نشتي الناس يفقدوا الثقة بالطب في اليمن، ما نشتي نوصل إلى هذه المواصيل، لأن صراحة في دكاترة في اليمن ممتازين ناجحين، دكاترة يفعل العملية وهو مغمض، يفعل العملية وهو مفلت، دكتور ناجح، دكتور دارس فاهم، في دكاترة ممتازين، ولكن في دكاترة فاشلين. هؤلاء الفاشلين أثروا على الناجحين، أصبحوا الناس يسبوا الدكاترة كلهم والمستشفيات كلها. هؤلاء الدكاترة الذي يضرب البنج ومات الرجال، زيد لها البنج، هل تم محاسبته؟ كم يا أخطاء طبية، كم يا ناس ماتوا بسبب البنج، الدكتور يزيد البنج ومات الرجال، هل هؤلاء تم محاسبتهم؟ لا، إلى اليوم مستمرين في جرائمهم. لا تقول ليش خطأ طبي، جريمة طبية. إذا مشوا قادر يقول للمرض أنا مانيش قادر يا أخي سافر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سافر يا أخي، سير تعالج لك في مصر، في أمريكا، في ما علي منك. ولكن عندما يقوم يضرب لها البنج، يضرب لها الإبرة غلط، يفعل له عملية وينسى الكوت داخل بطن الرجال، كيف الخبر هذا؟ ليش ما يتم محاسبة هؤلاء؟ فإحنا نطالب من وزارة الصحة، من المجلس الطبي، من الدولة، من الحكومة، من الجن، التفتوا إلى الصحة نفس ما التفتوا إلى الجيش. الجيش اليمني يعتبر من أقوى الجيوش في العالم. الجيش اليمني اليوم أصبح جيش عظيم، لأنكم التفتوا إلى الجيش بعين الاعتبار. انظروا إلى الطب بعين الاعتبار. فعلتوا صواريخ توصل إلى إسرائيل في 11 دقيقة. ما تقدروش تفعلوا أجهزة، تستوردوا أجهزة، تشتروا أجهزة من الخارج للكلى، للكبد، منظارات، أدوات للعمليات، يعني قادرين. لو في نية من داخل والله لا يكون الطب في اليمن، لا يكون يجوا يتعالجوا من أمريكا، من ألمانيا في اليمن. ولكن ما أدري إيش الذي حاصل. الطب في اليمن فيه سحر، الطب في اليمن عجيب. لا بيتم محاسبة هؤلاء الذي بيغلطوا في العمليات، ولا بيتم تعويض هؤلاء الذي بيخسر رجله قطعوها بالغلط، الذي خسر ابنه مات زيدوا له البنج بالغلط، لا بيتم تعويضهم ولا بيتم محاسبة هؤلاء الذي بيرتكبوا هذه الجرائم الطبية ولا شيء. فلذلك الناس بيسبوا الطب، بيسبوا. قلت لكم في كوادر طبية ناجحة في اليمن، ولكن هؤلاء الفاشلين لأنكم ما حاسبتوهمش، ما عاقبتوهمش، فانعكس فشل هؤلاء الفاشلين على الجميع، على وزارة الصحة بكلها. فلذلك حاسبوا الفاشلين، حاسبوهم. نشتي كوادر، نشتي طب ممتاز في اليمن يا حكومتنا. احنا الآن مقبلين على حرب، احنا وأمريكا وإسرائيل، حرب لا تبقي ولا تذر. وانتو دارين في الحرب ايش بيحصل؟ صواريخ، وقبل الصواريخ حصار، بعد الحصار صواريخ، وعندما تسقط الصواريخ ايش هذه بيحصل؟ جرحى، قتلاء وجرحى. الجرحى هؤلاء ضروري مستشفيات، ضروري كادر طبي من أجل يعالجهم، لأن احنا محاصرين. ضروري دكاترة، ضروري، وأعدوا لهم، قال الله وأعدوا لهم. ضروري تعدوا مستشفيات، تبنوا المستشفيات، تدوا الكوادر، حتى تستعينوا بأطباء من الخارج، معدات، أجهزة من الخارج. عندما نواجه العدو يجي معانا، إذا أوقع لنا صواريخ في هنا مستشفيات، كوادر طبية، أجهزة يتم معالجتهم سريع، ما يجلس ينزف لو ما يموت. في حكومتنا افهموا، انظروا إلى وزارة الصحة بعين الاعتبار. احنا ما نشتيش نهجم على وزارة الصحة، لأن عادهم جداد مع التغييرات الجذرية. الآن الذي فوق المناصب والكراسي عادهم جداد، ما نشتيش نكون عائق أمامهم، احنا نشتي نكون عون لكم.
انظروا إلى هؤلاء الفاشلين الدكاترة الذي بيقتلوا الناس، بيقتلوهم. هذه أرواح، هذه أرواح. هؤلاء الذي بيدخلوا يفعلوا العملية عيالنا ما لقيناهم في الشارع. هؤلاء عيالنا، هؤلاء أولادنا. منتألم، منزعل لو ما ابني يفعل عمليات تطلع غلط، لو ما هذا يدخل ابنه يقلع اللوزتين زيدوا له البنجمات، يتألم يزعل على ابنه. ما تشتوناش نصيح نلاعن نسب، ما تشتوناش، تشتونا نتقبل تموتوا عيالنا، تقطعوا عيالنا، تغلطوا على عيالنا في العمليات، عادي نتقبل. ما تتقبلوا انتقادنا صياحنا. فاحنا لكم من المحبين، ما احناش غرماء. انا ما هاجمت الصحة والدكاترة والمستشفيات من اجل ابني، لا. انا مننتقد الطب في اليمن، وعاد معي 20 مشترك في القناة من زمان، وانا مننتش الطب في اليمن لانه فاشل، الى ان شفت بعيني وحسيت ما حصل بابني. تألمت. كيف الناس الباقيين؟ الحمد لله عاد ابني اموره تمام باذن الله. كيف الذي قد خسر رجله سارين، الذي مات ابنه، ايش يفعل، ايش يسوي؟ فهذا الكلام يا حكومتنا من القلب الى القلب. انظروا الى الطب. المسؤولين والاغنياء والتجار ما بيضرب الابره عضل ولا وريد الله في الخارج. المساكين حانبين، المساكين ما معهم الا الله وانتم، فلذلك تحملوا المسؤوليه على اكمل وجه. انظروا الى الشعب، شعب كامل بيشكي من الطب، نفس ما بيشكي من القضاء كذلك بيشكي من الطب. نعيد ونكرر، في كوادر طبيه ممتازه. الذي شوههم وشوه صورتهم وخلى الناس ينتقدوا الطب بشكل عام هم هؤلاء الفاشلين الذي لم يتم محاسبتهم إلى اليوم، وجالسين مستمرين في غرف العمليات.